سلام يا أصدقاء، معكم إيمان من قناة قصة، واليوم ما في قصة. القصص كلها بتنتهي هون بهذا الفيديو الأكثر من مؤلم وموجع. خلال الأيام الماضية اجتاح اسم البنت العراقية كوثر بشار الحسيجاوي منصات التواصل الاجتماعي. بنت عمرها 15 سنة من منطقة النهروان في العراق. قصتها فتحت أبواب كنا مفكرين إنها تسكرت من زمان عن جرائم الشرف وغسل العار والعنف الأسري. بحسب الروايات المتداولة، أهل كوثر أجبروها على الزواج من ابن عمها، وكوثر كانت رافضة. وقبل ما يتم الزواج حاولت كوثر تهرب من البيت، وبس عثروا عليها تم اقتيادها لمنطقة نائية، وهناك مع كامل الأسف تم التخلص من كوثر وقتلها بطريقة وحشية بحجة غسل العار. واتهموها إنها هربت مع شاب، طعنوا فيها وبعرضها وهي طفلة لسه ما شافت شيء من الحياة. والمجرمين ما اكتفوا بقتلها وبس، وإنما قاموا بالاحتفال والرقص والغناء فرحاً بإنجازهم، ونشروا الفيديوهات على مواقع التواصل بكل وقاحة، متفاخرين بإنهم غسلوا عارهم. بس العار الحقيقي هو قتل روح بريئة بس لأنها حكت لأ. طفلة المفروض تكون بالمدرسة تتعلم وتحلم وتعيش، مش تجبر بالإكراه على الزواج، وإذا رفضت تقتل. بأي عرف وبأي دين هذا الكلام؟ برأيي أي مجتمع بيبرر القتل والجريمة باسم الشرف فهو محتاج يراجع معنى الشرف الحقيقي. القضية رجعت فتحت النقاش من جديد عن جرائم الشرف وعن القوانين، وعن السؤال اللي لليوم ما حدا لقاله جواب. ليش بعض المجتمعات لسه بتشوف إنه حياة البنت ممكن تنتهي فقط لأنها قالت لأ؟ ومهم جداً نوضح إنه كثير من التفاصيل والروايات المنتشرة لحد الآن ما تم تأكيدها رسمياً بشكل كامل، لكن المؤكد فعلاً إنه في بنت راحت ضحية، وإنه في غضب كبير جداً بيزداد يوم بعد يوم. وبتعرفوا مش المفروض هذا الغضب يقل، ومش المفروض إنه نطبع مع هيك جرائم ونحط أعذار وحجج. لازم جميعنا ننتظر العدالة تاخد مجراها، وندعي يا رب كل مجرم يتم القصاص منه في الدنيا قبل الآخرة. إذا عندكم رأي بالقضية اكتبوه بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة لأنه الصوت ممكن يوصل أكثر مما بتتخيلوا.